رجعنا في الليفنج ومنورانا في الاستوديو دكتور نرمين البسيوني، استاذ تنميه المهارات والسلوكيات. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا منوره البيت. ميرسي يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا رب. رايك في البيت الاول؟ بجد يعني ديكور رائع. لطيفه قوي. طيب احنا العيد ده موسم عزايم، العيله وكمان اصحاب، يعني كل بيت بيبقى هتلاقي فيه عزومه. احنا عاده بنتعامل بالفطره، يعني مع اي حد بالذات لو قريب مننا، بس العزايم الكبيره اوقات على قد ما هي بتلم العيله كلها وحاجه لطيفه، على قد ما بيحصل فيها برضو دروبات كده ومشاكل. فانا عايزه اعرف، او احنا عايزين نعرف يعني العزومه ازاي؟ هل في اتيكيت للعزومه لما ابتداء من اني اكلم حد اعزمه اصلا لحد مثلا اقول له مثلا عامله لك كذا، ولا المفروض ما اقولش، ولا اتفضلوا عندنا؟ يعني قولي لي كده الموضوع بيتم ازاي علشان نظبط ده بقى على العيد ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا الاول ناخدها من البدايه. اول حاجه ان انت خدتي قرارك ان انت مثلا هتدعو حد اسره معينه عشان خاطر يجوا عندك، مش شرط حتى عزومه عيد، عزومه عاديه. تمام. الحقيقه ان انت لازم تقرري ان انت يعني توجهي لهم الدعوه قبلها ب3 ايام. تمام. على الاسره كمان ان هي ترد عليك. يعني ممكن يكون لما انت بلغتيهم مثلا ان انا عازماكم كمان 3 ايام عندي، ممكن يكونوا هم لسه مش عارفين جدول اعمالهم ايه، او هم لسه مش عارفين ايه اللي وراهم. لقوا نفسهم مثلا ان هم مش هيقدروا يلبوا الدعوه دي لسبب او لاخر، مشغولين، مش عايزين يخرجوا، عندهم التزامات. مهمه قوي ان هم يبلغوكي ردهم، يقولوا لك او لا. مهم كمان ان انت تتقبلي الرد ده ايا مكان. يعني حتى اذا اعتذروا مثلا ما تاخديش الموضوع ان انت متضايقه او ان انت ازاي يعني عزمتيهم هم ما قبلوش الدعوه. لازم الحقيقه برضو نتقبل ظروف الاخرين، كل واحد عنده ظروف. بالظبط كده. ونتقبل اعتذارهم بشكل لطيف، يعني ما فيش اي مشكله. بالنسبه هنعمل لهم ايه او الكلام ده، او نقول لهم احنا هنعمل ايه او لا. طبعا ما فيش مشكله خالص ان انا اقول ان انا عازماكم مثلا يوم كذا، على اقول القائمه اللي انا ناويه اعملها. كمان في حاجه، لو انت عازماني مثلا وانا عندي مشكله صحيه، عامله دايت، في اكل معين مثلا ممنوع عني، من اللائق تماما ان انا اقول لك. تمام. علشان خاطر انت ما تكلفيش نفسك وتعملي حاجات انا مش هقدر اكلها، انت ممكن تزعلي. تمام. فمهم قوي ان انا ابلغك بالمعلومه دي من قبل ما اجي اساسا. تمام. طيب الكلام ده تحسيه رسمي شويه، يعني فكره انه قبلها لازم ب3 ايام والمفروض نرد، ومش يعني تحس ان هو مش حبي كده. هو مش بتاعنا يعني. على فكره هو ده عادي، يعني قبلها ب3 ايام مش قبلها بشهر. لا يعني هو المفروض انه هو ده طبعا. انا بقول يعني احنا دلوقتي بنعرف الحاجات اللي اصلا ما بتحصلش. يعني احنا جدا عادي ممكن نتكلم في تليفون بكره تعالوا لنا، يعني فاهمه قصدي ايه؟ ممكن الكلام ده لو مش في اعياد بقى او كده والناس ما عندهاش ارتباطات، فممكن مثلا تكلمي حد من صحابك فتقولي له مثلا تعالي بكره اتغدي معايا او كده، اذا هي ظروفها بتسمح بتلبي الدعوه. لكن انا بتكلم اذا انت هتعزمي اسره. تمام. وعيد ومواسم وكده، فوارد ان هم يكون عندهم اي ارتباطات، هم نفسهم داعين اي حد يعني. طيب احنا حتى في ديننا عندنا اداب للزياره. اكيد. المفروض انه ايه اداب الزياره؟ المفروض ايه اداب الزياره؟ مش اخد معايا حاجه، لازم ما اخدش حاجه، اروح على الميعاد بالظبط ولا اتاخر شويه، يعني حاجه دي؟ لا طبعا خدت قراري ان انا خلاص جايه لك، لازم طبعا هاخد حاجه. يعني حتى لو ما فيش مناسبه، حتى لو انت مثلا عامله لي عازماني مثلا على دعوه شاي، مش حتى رايحه هتغدى او هتعشى او كده او عيد، مهم قوي طبعا اخد معايا حاجه. عايزه اقول لك كمان اذا حتى ما عنديش امكانيه ماديه، لو انا هعمل لك حاجه قالب كيك مثلا انا هعمله بنفسي في البيت، عايزه اقول لك ده منتهى التقدير مني. يعني ده طبعا. انا بشوف ان دي تبقى حاجه اقيم واغلى كمان. انت عاملاها بايديكي، انت تعبانه فيها كمان. مظبوط. فدي حاجه لطيفه قوي. طبعا مهم جدا اخد معايا حاجه. كمان بيكون مناسب جدا لو الاسره اللي دعياني دي عندها اطفال، ان انا اخد حاجه للاطفال، حلويات مثلا، اي لعب بسيطه تكون الاطفال بتحبها، الوان، اي حاجه بتدخل البهجه يعني للاطفال. دي برضو من الحاجات المهمه. لا طبعا ما اروحش متاخره خالص، دي بقى بتبقى خارج عن حدود اللياقه تماما، خصوصا لو الدعوه فيها دعوه غدا يعني. ولا بدري؟ لا بروح، بس يعني المفروض ان انت اذا الاسره اللي داعياها بتحدد لهم الساعه. اذا حددتي الساعه اوكي، اذا ما حددتيش الساعه بيبقى معروف ان الغدا مثلا وقته من الساعه كذا للساعه كذا، بس ما بيصحش خالص ان انا اروح متاخره. الحقيقه دي فيها يعني خروج عن اللياقه العامه، لان انا كده ضايقتهم، ان انا جوعتهم معايا وقعدتهم يستنوا كده. لا بلتزم بميعادي يعني. ما طب هل المفروض انا دلوقتي ببقى محضره ببقى من امتى جاهزه؟ قبل الميعاد اللي المفروض متفقين عليه، ولا وقتها، ولا ايه؟ لانه انا ساعات صاحبه بيت يعني يعني لو انا دلوقتي انا اللي عازمه حد واقول له يا جماعه الساعه 7 مثلا،
انا ممكن ابقى لغايه 7 ل 5 في المطبخ. مم. انت فاهمه قصدي ايه؟ يعني ممكن لغايه 7 ل 5 ابقى فعلا مش هينفع افتح له الباب. لا يعني وده غلط فاهمة؟ كبير جدا بقى. فقولي لي بقى ايه المفروض. لا طبعا لازم صاحبه البيت او الداعيه عليها ان هي تبقى محضره كل حاجه، بما ان انت عارفه مسبقا ان الناس دي جايه، فانت عندك مثلا من قبلها بيوم ممكن تحضري كل حاجه الاساسيات، وفي اليوم نفسه ده بس بتعملي الحاجات اللي هي بتتعمل في ساعتها. بس مهم قوي ان انت تكوني فاضيه ومتفرغه من قبلها، من قبل حضورهم مثلا بساعه او ساعتين. خلينا نقول كمان ان الهدف من الدعوه دي مش بس الاكل، انت مش داعياني عشان بس تاكل، يعني انت عشان نقعد نتكلم مع بعض، فبيكون مناسب جدا طبعا انت تخلصي كل اللي وراكي بدري شويه عشان خاطر ما تبقيش قاعده ملخومه. لازم يعني يبقى عندك وقت تقعدي معاهم. خليني اقول لك كمان ان مهما كانت علاقه الشخص اللي انت داعياه ده عندك، مهما كانت علاقته بيكي، مش من اللائق خالص ان صاحبتك دي مثلا تقوم تعرض ان هي تساعدك في حاجه او تدخل المطبخ اذا انت ما قلتلهاش قومي ساعديني. يعني الحقيقه ان ده ممكن يكون انت مش حابه حاجه زي كده، ممكن يكون عندك يعني اي مشكله في الموضوع ده، فمش حابه ان حقها طبعا. اوف، ده احنا كلنا بنعزم على بعض انه لازم اجي اساعدك. لا يعني مش المفروض ان حتى نعزم على بعض؟ لا نعزم يعني معلش بقى، اصل يعني ممكن حد يقول لك لا مش دي، خليكي خلاص ما تتعبيش يعني نفسك. تمام لا بس في ناس بتصر، فانا بتكلم عن الناس اللي بتصر. فالحقيقه ان انا لا يعني ما ادخلش بعشم قوي كده اذا حسيت ان هي صاحبه البيت او الداعيه مش مرحبه قوي بالفكره. انا فاهمه طبعا ان كلنا حسن النوايا متوفر والناس تبقى عايزه تساعد بعضها وكل حاجه، بس الحقيقه ان هي برضو بيبقى فيها شويه خروج عن اللياقه او الادب العام. بس ده على حسب، بتهيالي على حسب العلاقه ما بين. لا مهما كانت العلاقه، يعني مهما كانت صاحبتك جدا، لا اذا مش حاسه ان هي مرحبه قوي في قصه ان انا اساعدها دي، ما يعني مش بمسك قوي في الموضوع. طيب معانا جهاد. الو جهاد، ازيك؟ ازيك يا سلمى، عامله ايه؟ كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه، عامله ايه؟ انتي تمام؟ الحمد لله تمام. كل سنه ودكتور نرمين طيبه كمان. طيبه يا حبيبتي. قولي لي اخبار العزومات معاكم ايه؟ بصي، هو طبعا بيبقى فيه عزومات في العيد، بس طبعا بيبقى فيه مشكله فيها الاطفال. فانا كنت عايزه اسال دكتور نرمين، دلوقتي الاطفال مش هيبقى ينفع نعمل لهم كنترول زي الكبار. ازاي نقدر نعمل كنترول للاطفال لو اللي جاي جايب لنا مثلا كادو معينه، شوكليت او اي حاجه، فالاطفال بيبقوا اوريدي عايزين يفتحوها. فاحنا ازاي ده صح ولا غلط؟ زائد مثلا ان في حاجات معينه احنا بنبقى مقدمينها للضيوف، ما بنبقاش عايزين نقدم منها للاطفال عشان هيخوصوا نفسهم وكده. فهل ده الصح ولا ده الغلط؟ كل ده انا عايزه اعرفه منك. تمام يا جهاد، ميرسي جدا على تليفونك، وكل سنه وانت طيبه طبعا. وقولي لنا بقى يا دكتور. لا هو الاطفال طبعا، يعني هو العيد اصلا للاطفال، فلازم ببقى عامله حسابهم في كل حاجه. اذا انا مثلا داعيه حد عندي في البيت، مهم قوي ان انا اعمل كورنر كده للاطفال، بحضر لهم فيه كل حاجاتهم بقى، يعني لعب اللي ممكن يتسلوا بيها، الوان، حاجات زي كده. كمان لو الاسره اللي جايه لي برده معاها اطفال، يعني لازم ابقى عامله حسابهم في حاجه زي كده. فمهم قوي كمان بحضر لهم اكلهم يعني في مكان تاني منفصل خالص عن الكبار. كمان مهم ان هم ما يقعدوش في نفس المكان اللي موجود فيه الناس الكبيره، علشان خاطر ما يشاركهمش الحوار، يعني دول حواراتهم منفصله شويه عن دول، يعني الاطفال شويه بفصلهم طبعا، فبعمل لهم كورنر كده خاص بيهم بيبقى فيه كل حاجاتهم. طيب بصي، انا حاسه ان احنا كلامنا شويه طبقي، يعني بنتكلم في حاجات اليجنت جدا، والاطفال يبقوا في حته والكبار في حته. طب خلينا نتكلم عن اننا دلوقتي في بيت مش كبير، ما فيهوش اركان كتير، عشان بس يعني يبقى هنا اطفال وداعيين العيله، واول يوم عيد بالحب بتاع المصريين، يعني فاهمه. بس الحاجات اللي المفروض نخلي بالنا منها، وكل ده موجود برضو، يعني والاطفال موجودين والكبار موجودين وقاعدين في حته واحده كلنا وبتاع. ايه الحاجات اللي المفروض نخلي بالنا منها كمستضيف؟ يعني انا بيتي وجايه لي العيله كلها وقاعدين. انت قصدك خلاص ما فيش امكانيه ان انا افصل ده عن ده؟ انا ما فيش امكانيه. وبعدين احنا كمان، بصي ما هقول لك على حاجه، هو العيد زي ما قلتي بالظبط هو الاطفال. احنا بنحب ان احنا نبقى قاعدينهم مثلا معانا، لان العيله كلها بتبقى مجمعه، ممكن يبقى بقالهم شهور ما شافوش بعض. فخلاص احنا والاطفال وكلنا قاعدين في نفس المكان. يعني ايه الحاجات اللي نخلي بالنا منها بقى عموما في عزومه العيد، قصدي خاصه لان احنا بنبقى يعني ما شاء الله كل العائلات بتتلم في اليوم ده، فبيبقى عدد كبير. بنراعي بقى الحوار. كمان خليني اقول لك ان في ناس بتستغل فتره الاعياد دي والاسر كلها متجمعه زي ما انت بتقولي، بيبقى فرصه ان احنا لو عندنا مشاكل مع بعض نقعد نفتح الموضوع ونصفي المشاكل. ما بيبقاش مناسب بقى ابدا كده لو في اطفال موجوده، مش المفروض ان هم يشتركوا في حوارات زي دي او يسمعوها. فبخلي بالي قوي بقى من الحوار. كمان يعني بحضر لهم بقى حاجتهم برضو، اكلهم
الكبار بياكلوا حاجه والاطفال بياكلوا حاجه ثانيه. المهم ان انا احضر لهم بقى الحاجات دي برده في نفس المكان اللي هم مشاركيننا فيه بما ان هم قاعدين معانا. بس اكتر حاجه بخلي بالي منها هي طريقه حواري بقى وكلامي، علشان خاطر هم ما يسمعوش كلام مش مفروض ان هم اصلا يطلعوا عليه يعني. طبعا بالذات لو في مشاكل عائليه ولا حاجه. بالظبط. طيب احنا معانا تليفون من مين؟ اسماء. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا اسماء، ازيك؟ الحمد لله تمام. يعني انا بجد مبسوطه قوي ان انا بكلمك في كل مره فيها، وموضوعات حلوه قوي وكل مره موضوع احسن من اللي قبله، فعلا مواضيع كلها في البيت. الحمد لله. كل سنه وانت طيبه الاول. وانت طيبه يا رب، يعود علينا جميعا بالخير. عندك اي سؤال في موضوع العزومات ده او الاتيكيت يعني عموما؟ هو استفسار بس صغير. هو انا عامه يعني طبعا لما الواحد رايح لاي حد ياخد معاه كادو او حاجه مثلا ظريفه لاكل او حاجه زي كده، يعني ساعات ما اروح لحد يحط لي منها، وساعات يقول يعني يقولوا لا والمفروض ما نحطش حاجه لحد من اللي جايبينها وكده ومش عارفه ايه. فمش عارفه ايه المظبوط من كده. انا لما حد يجي له جايب مع مثلا جاتو او تورته احط له من الحاجه اللي جابها ولا لا؟ ما يصحش يبقى منظري ان انا مثلا مستنيه حاجته عشان احطها له قدامه ولا ايه. اوكي حلو السؤال ده وكلنا بنقع فيه. بفكر فيها بصراحه، بقول ايه ده يعني منظري محرج، ما الحاجه جايبها وانا احطها قدامه ما عنديش غيرها مثلا، لا احط كل اللي عندي ما عدا هي. انا عايزه اقول لك ان انا كتير جدا لما بجيب حاجه، عايزه اقول لك كتير جدا لما بنبقى رايحين لحد وبجيب حاجه انا بحبها عشان يقدمها لي واكل منها. بس يعني انا استغربت بصراحه ان لما رحت عند واحده قالت لي ابدا اللي يجي لي لازم نحط له من اللي انا جايباه، المفروض جايبه حاطط عينه فيها. فانا احرجت، انا مش حاطه عيني في اللي جايبه لك، بس عيب يعني ما بقيتش عارفه ايه اللي صح وايه اللي غلط في الموضوع. طيب يعني خلينا نعرف بقى من المتخصصين بقى الكلام ده فعلا ايه الصح وايه الغلط فيه. على فكره السؤال ده مهم جدا وكلنا بنقع فيه. لا طبعا جات لك كادو او حد جاي جايب لك هديه حاجه مأكولات لازم بتقدمي له منها، ده لازم حتى لو انت عندك حتى لو انت عندك لا انا بختار اللي انا عايزاه، انا بروح وبختار الحاجه اللي انا بحبها عشان اكلها. يعني هو من اللائق جدا طبعا انت لازم تفتحيها يعني، حتى على فكره حتى لو هديه عاديه يعني، حتى لو هديه مش مأكولات من اللائق برضو ان انت لازم تفتحي الهديه قدامه وتبدي اعجابك بيها قدامه وبتحسسيه بانك مبسوطه من انه. فلو مأكولات طبعا لا ده من باب اولى بقى ان تفتحيها قدامه وتقدمي له منها يعني. طب تمام، لانه فعلا في ناس كتير خلي بالك دي صاحبتها كانت قفشه يعني تقول لا ابدا ما ينفعش ازاي تجيبي لي حاجه وانا اقدم لك منها لا هو ده صح. فلا يعني ما تقلقيش انت تمام. واسماء قولي لصاحبتك انه ما تقلقش وما عادي يعني اكيد بنجيب حاجه بنحبها. تبقى حاجه لطيفه قوي لو كلنا منها اكيد. طب هل من اللائق بقى اني انا اكلم حد اقول له اعزمني مش اعزمني انا جاي انا هاجي مثلا اتغدى معاكم بكره او ايا كان بعد قد ايه، يعني هل ينفع انا اللي اتعزم مش اعزم انا اللي اقول انا اللي اعزم نفسي؟ لا اللي اعزم نفسي مش لائق طبعا خالص. ولا حتى مع القريبين جدا؟ لا ولا مع القريبين جدا، لا ما ينفعش. بس لو انت بقى يعني عايزه تزوري واحده صاحبتك ممكن تقولي مثلا هعدي عليكي، بس ما يكونش في وقت مواعيد لغدا ولا عشاء ولا كده جو يعني. طبخين ايه النهارده؟ الو يا حبيبتي ازيك عاملين ايه النهارده على الاكل؟ طب انا جايه اكل معاكم مفيش كده. يعني ممكن تكون مثلا صاحبتك وحشاكي وانت عايزه تشوفيها وما عندكيش وقت مش سامح ان انتوا مفيش مشكله، ممكن تقولها مثلا جايه لك يوم كذا الساعه كذا، بس ما تكونش في مواعيد فيها يعني ما تقولهاش جايه اتغدى عندك او اتعشى عندك او كده. لا الحقيقه لازم الدعوه تكون موجهه ليكي من قبل الداعيه نفسها. طبعا مظبوط. طيب معانا تليفون من هبه. الو يا سلمى ازيك؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا هبه. ازيك يا دكتور؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. بصي الموضوع طبعا حلو جدا وجاي لي كده على الجرح، عشان انا عندي مشكله فظيعه بقى في العزومات يا دكتور، ان انا كل ما بعمل عزومه لازم اتاخر في الاكل. يعني الناس مثلا لو في رمضان ولا حاجه ياكلوا على العشاء، لو عزومه على الغدا الساعه 5 ناكل الساعه 7. فيعني ببقى متضايقه جدا ومتنكده رغم ما بكون صاحيه بدري ومش عارفه ده صح بقى ولا غلط. وبعدين اعمل ايه عشان تطلع العزومه يعني في ميعادها ومظبطه كل حاجه ومش حاجه تقع مني، لان انا بخاف جدا من العزومات، بحبها جدا وبعدها ببقى فرحانه قوي لان بيبقى في نوع بيبقى في بهجه فظيعه في البيت في وقت العزومات طبعا، والبيت بيبقى كله طاقه حيويه وطاقه ايجابيه تقعد اسبوع طبعا. بس قبلها ببقى خايفه ومرعوبه جدا وعايزه كل حاجه تطلع حلوه قوي لدرجه ان هي ممكن تبوظ احيانا. حاجات ممكن اكون بعملها حلوه قوي يوم العزومه تبوظ مني. اوكي. فبزعل قوي قبل العزومه لكن بعد العزومه بكون فرحانه. فبس هي حته الوقت بقى يعني اعمل ايه؟ وهل من الرأي بقى ان انا اخرهم كل مره كده؟ انا بقيت مشهوره بقى. لا ما يصحش خالص يا هبه الحقيقه. انا شخصيا لو عزماني واتاخرتي في الاكل هقفش عليكي.
تنوريني يا سلمى والله، وبحبكم جدا ومن احسن لاحسن يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. وانتي طيبه يا حبيبتي، شكرا جدا يا هبه. والموضوع ده بنقع فيه وفي رمضان يا جماعه، احنا عارفين المغرب امتى على فكره، من قبل ما رمضان يدخل، فليه احنا بنتاخر؟ جاوبنا يمكن على سؤالها من شويه، قلت لك ان المفروض طبعا هي تبقى محضره كل حاجه من قبلها، قبل ميعاد الناس ما تيجي بساعه او بساعتين. ده ايه بقى ده يعني ترتيب الوقت ده الست ازاي تديره علشان تقدر لو عامله بالذات لو عزومه كبيره اصناف كتيره؟ بس دي طبيعه الستات المصريين، حتى لو هي ابتدت قبلها بشهر لازم هتخلص يعني بعد الميعاد بساعه، ده طبيعي وعادي جدا. بس لا، المفروض بتعد لها من قبلها، يعني احنا زي ما قلنا ان انت عشان تعزمي حد لازم بتبلغيه مثلا قبلها ب3 ايام، فانت عندك وقت ال3 ايام دول تقدري ان انت تحضري فيهم كل حالك يعني. فلازم اراعي الموضوع ده عشان ما نقعش في الغلط اللي هي يمكن بتقع فيه، ان هي مش بتقدر تقعد مع الناس، وان هي بتجوعهم وبيفضلوا قاعدين مستنيينها، فهي ما بتبقاش حاجه كويسه. فمهم ان انا انجز وقتي يعني وانظم وقتي واخلص من يعني ابتدي في الاعداد ده من قبلها بيوم. تمام، فبحيث اقدر اخلصه في نفس الوقت. طيب هو انا المفروض لو انا عازمه حد على اكل، اننا برضو بنتكلم عن العيد، انا اللي بحدد نوع الاكل ولا بسالهم تحبوا تاكلوا ايه؟ انا كداعيه يعني لو انا عازماكي انا ممكن خصوصا لو ناس بقى قريبين قوي من بعض، عيله يعني او صحاب جدا، ممكن وانا بوجه لك الدعوه بقول لك ان انا هعمل لك اكل كذا وكذا 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 وكذا، عشان لو ليكي اي اعتراضات عليه. ممكن جدا كمان لو انت ليكي اي اعتراض على اي صنف اكل انا قلته انت مش بتحبيه مثلا، او انت عندك فيه مشكله زي ما قلنا من شويه، تقولي ما فيهاش حاجه خالص. تمام. ولو عامله دايت ولا لو عندك حاجه تقولي عادي، ما فيش مشكله. بس طبعا العيد اللي احنا داخلين فيه ده ما فيش حد فيه هيعمل دايت. حضرتك دكاتره الدايت نفسهم بيقول لك خد اليومين فري يعني براحتك يعني. طيب في موضوع مهم جدا بقى بجد، الموضوع الاثنين متجوزين اسره يعني، هو عنده طبعا مامته وباباه وهي عندها مامتها وباباها، يروحوا عند مين الاول؟ يعني دي ساعات بتبقى خناقات حقيقيه ما بين الازواج على دخله العيد، مش فاهمه يعني المفروض دخله العيد دي من الصالح، لا هما بيتخانقوا عشان يشوفوا هيروحوا لمين الاول، دخله العيد ودخله رمضان يتصرفوا ازاي بقى في الموضوع ده عشان ما حدش يزعل؟ يمكن القصه لو اسر متكونه من زمان، يعني ناس متجوزه من زمان، فالقصه بتبقى محسومه بقى من زمان، هما متعودين على حاجه معينه. يمكن المشكله دي بتبقى موجوده اكتر عند الاسر الحديثه او الناس اللي متجوزين جداد. الحقيقه بيكون انسب حل ليها ان احنا نلبي الدعوه بتاعه الاسره اللي سبقت ان هي اللي عزمونا الاول. يعني اذا اسره الزوج هي اللي وجهت لنا الدعوه مثلا في الاول، يبقى خلاص بنروح لاسره الزوج. اذا اسره الزوجه يبقى بنروح لاسره الزوج. يعني الاسره اللي وجهت لنا الدعوه في الاول هي اللي بنلبي دعوتها، والاسره الثانيه ثاني يوم. حاسه انها تعمل مشكله برضو دي يعني مع بعض الناس، يعني بتعمل مشاكل. يقول لك لا انا مامتي اللي عزمت، طب ما هي قالت لي قبل ما مامتك تقول لك هو بالظبط اللي قالت الاول هي دي اللي نلبي دعوتها. ما هم الاثنين هيتخانقوا على انه كل واحد قال للثاني الاول، يعني هو يقول لها انا ماما قالت الاول، تقول له لا انا ماما اللي قالت الاول، والجو يعني هو الموضوع مش محتاج خناقه. يمكن كمان لو هم الاسرتين يعني موجودين في محافظه واحده، يعني ما فيش حد نعمل قرعه. لا ممكن نروح عند ده فتره مثلا الصبح او الظهر، وعند ده ونفس اليوم اول يوم العيد. انا بتهيالي ده لطيف يعني، انه يعني بعد الصلاه ممكن تروح لايا كان بقى، وبعدين على الظهريه كده تروحي. صحيح. عايزه الفت نظر كمان لوقت يعني انت مثلا لو انت دعياني عندك اول يوم العيد، لازم قوي اراعي ان انت ممكن تكون عندك نفس المشكله، انت دعياني اول يوم بس انت عندك عزومه، انت نازله بعد كده رايحه عند حماتك، رايحه عند مامتك، رايحه عند اي حد، فما نطولش يعني عند الناس اول يوم بالظبط. يعني هي بس بيبقى بعد الغداء، لو انا معزومه على الغداء بعد الغداء مثلا بساعه ساعه ونص بالكثير، بعد كده بستاذن وبنزل عشان خاطر اديكي وقتك بقى ان انت تعبانه حتى عايزه تستريحي من اعداد البيت، من العزومه، عندك اي خروج تاني عايزه تروحي تعمليه، فلازم بديكي وقتك يعني. والله انا يعني مبسوطه جدا من الفقره دي والنصايح اللطيفه دي، ويعني يا رب بقى نعمل بيها يعني انا حاسه ان هي كلها بتصب في حاجه واحده، ان احنا يبقى بس عندنا سنس بس في التعامل مع الناس ايا كانوا بقى الناس، حتى لو مامتي وبابايا يعني، بس كلنا نحط نفسنا مكان بعض بس يا جماعه، وهي هتظبط على طول. ميرسي جدا لحضرتك، نورتيني، وكل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه والف خير. ميرسي. هنروح فاصل وهنرجع تاني، استنونا.